في يوم من الأيام يا سيدنا يا صديقنا الغالي صحي الحاج محمد اللي ساكن في الرابع في أحد القرى في شارع من تلك القرية. صحي كالعادة من نومه العميق. بعد ما صحي من نومه طبعا تناول إفطاره كالعادة يعني. بعد ما تناول إفطاره ذهب إلى العمل. بعد أن ذهب إلى العمل أو ذهب للشغل قضى يومه، وبعد كده جه البيت، اتغدى ريح له شوية. خد بالك من كل كلمة هقولها لأن ليها معنى في القصة بتاعتنا. بعد كده سيدنا في ساعة عصاري نزل قعد على القهوة مع صديقه الحاج حافظ. وانت عارف القعدة الحلوة مبتحلاش غير بكوباية الشاي. جميل جدا. بعد كوباية الشاي بتحلى القعدة جدا. حاسس ان هو مقامة بعد تناول كوباية الشاي بدأ يتناول غيره وأن مين. في قصة الحاج محمود اللي في الرابع الحاج عبد البقال. يبقى أنا ميمة مش هحتاج أفسر لك وأقول لك عمل إيه. بعدها خلص القعدة الحلوة الممتزجة بالحب والحنان بقى الأصدقاء ديت، واتجه إلى بيته. صلى العشاء وقعد على السرير، ولكن قبل أن ينام عمل حاجة لازم كان يعملها ولازم كلنا نعملها، ألا وهي إن هو حاسب نفسه قبل ما ينام. يعني عمل إيه خيار؟ إن هو حاسب نفسه سيدنا إن هو قال إن ما كانش ينفع أطلق بصري في الحتة الفلانية، ما كانش ينفع أغتاب حد في قعدتي على القهوة دي، ما كانش ينفع أجيب سيرة فلان الفلاني. ودي كلها قصص أنت أدرى بيها وعارفها سيدنا. فحسب نفسه بقى طبعا كده. طيب قام صلى ركعتين واستغفر ربنا سبحانه وتعالى وحاول يستغفر شوية وبعد كده نام. قصة ممتازة. طبعا يا سيدنا في سؤال هنا في غاية الأهمية على القصة السريعة اللي قلتها لك ديت، أو في أسئلة عامة بتدور في بالي حابب إنها. هل الحاج محمد لما نام وصحي الصبح إيه اللي خرج من جسمه؟ النفس ولا روحه؟ ولا لما رجع ينام تاني بالليل نفس النظام اللي خرج نفسه ولا روحه؟ ومين اللي أداله الأمر إن هو يعمل الغيب والنميمة؟ هل نفسه ولا روحه؟ ومين اللي شعر بالذنب اتجاه او اللي اشعل ضميره اتجاه غيبته ونميمته ديت او فعله ترك بصر او عامة في المعاصي اللي عملها في الذنوب اللي عملها؟ هل الروح ولا النفس؟ كل ده واكثر يا سيدنا هتعرفه في حلقة النهاردة مع الخياط، في حلقة مهمة جدا. بس ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. يلا بينا سريعا شوف الانترو وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم المفضلة مدارك اللايف. حلقتنا النهاردة مختلفة تماما عن المواضيع اللي كنا بنتكلم عنها سابقا. الموضوع مختلف لدرجة إن هو أصبح نفسي أكتر من هو عقلاني شوية. خليني أقول لك سؤال مباشر كده سيدنا، وسألتك سؤال اللي هو يعني نقدر نقول إن هو قليل جدا اللي بيفكر في السؤال ده. هو أنا مين؟ لا مش أنا. أنت مين؟ أنا شخصيا أو جسديا مين؟ هل أنا روح أم جسد أم عقاب أم حساب؟ مش بتدور في بالك الأسئلة المختلفة دي؟ طب أنا لما بزعل بلاش، مش أنا يعني أنت كشخصيا يعني كشخص اللي بيزعل نفسك ولا روحك اللي بتزعل؟ أنت لما تموت بعد الشر عليك يعني روحك اللي بتطلع ولا نفسك اللي بتطلع وهي اللي بتحاسب، ولا روحك هي اللي بتحاسب؟ كل الأسئلة ديت تكاد تكون دارت في ذهن أو في بال الكثير أو القليل مننا. فأنا جاي إن شاء الله بعلمي القليل وبخبرتي السابقة أفيدك ببعض الأسئلة المتواضعة دي. بس خلينا سيدنا نخش في مقارنة بسيطة بين الروح والنفس. بمختصر عبارة أو بالخلاصة زي ما بيقولوا كده سيدنا، إن الروح هي أمر أو سر إلهي من ربنا سبحانه وتعالى، كلام جميل جدا. أما النفس هي اللي بتحاسب وهي اللي بتعاقب وهي اللي بتديك الأوامر الشخصية. إزاي يا سيدنا؟ هديك مثال بسيط، لا مش المثال بتاع محمد، خليك معايا. مثال اللي هقول لك عليه سيدنا وهو العربية الكهربائية، كلام جميل جدا. لو افترضنا ان المثال اللي قدامنا ان العربية الكهربائية ديت، ان العربية ذات نفسها او الكهرباء اللي بتقود العربية
هي ايه في حوار مقارنتنا؟ فهي الروح. الروح هي الكهرباء، وإذا هي الروح هي اللي بتقود جسمك تشغله بس. طب مين السائق بتاع العربية ديت؟ أقول لك أو السائق بتاع العربية هي النفس اللي بتقود شخصيتك وجسمك، هي نفسك. ازاي؟ هي اللي بتديك الأمر في الرغبات، رغباتك وشهواتك المختلفة. هي تديك الأمر بفعل المعصية، ترجع تديك الأمر في الندم عليه، ترجع تديك الأمر في الإصلاح أو التوبة من ذلك الذنب اللي أمرتك تفعله. فهي متقلبة الأحوال. فخلينا كده مع بعض يا سيدنا نعرف الفرق بين الروح والنفس في الإسلام. الروح في الإسلام ممكن نقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الدليل يا سيدنا أو بدليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، صلى على الرسول تأخذ حسنات وأنت تسمعنا يا صديق، مالك فيه؟ صلى على النبي مرة أخرى تأخذ 10 أضعاف، أنت الكسبان. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني في مصادره أو في الكلام أو في السنة بتاعته عامة ما ذكرش الروح باستفاضة زي النفس عامة، أو قال يعني ما شرحهاش باستفاضة واتكلم عنها كتير. طب هل دي كان له سبب؟ طبعا 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 طبعا. سبب ازاي؟ إن هو قال لك إن سر إلهي، وكما ذكر في الآية الكريمة: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم. العلم عن الروح إلا قليل، إن هي روح وإن هي سر إلهي. تعرف إيه أكتر من كده؟ معرفش. أيوة سيدنا، مين من العلماء اللي اتكلموا في الروح أو قالوا عنها إيه؟ عندك الإمام فخر الرازي قال إن الروح هي جوهرة لا تدرك بالحواس، ولا تدرك أيضا أنها أو أن ليس لها التماس مادي. معنى كده إن هي مش مدرسة تكنيكيا ولا مدرسة ماديا. عندك سيدنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي قال: الروح جوهر علوي من عالم الأمر، وهي التي بها يكون الإنسان حيا ناطقا. تمام سيدنا، يبقى التفرقة واضحة إن الروح مش مدرسة تمام. وعندك برضو من العلماء برضو ابن القيم الجوزية قال وخصص كتاب كامل اسمه الروح، ناقش فيه أكتر من 20 رأي مختلف عن طبيعتها أو مختلف في مجالات الرأي عامة يا سيدنا. فالخلاصة سيدنا سريعا إن الروح هي سر الحياة، ولكنها لا تقود الجسد إلا قيادة سيستمية فقط، ليس لها لا في الإرادة ولا في الشهوة ولا في العقلية، على عكس النفس اللي ليها كل الصفات دي. زي ما شفت حضرتك كده إن النفس على عكس الروح ذكرت في القرآن الكريم أكتر من 250 مرة في مواقف أو في مصادر مختلفة في القرآن الكريم من حيث الآيات يعني. وده بيدل أو إن دل فإنما يدل على إن النفس هي الجزء الرئيسي في تكوين الإنسان. وده سيدنا هياخدنا لنقطة مختلفة تانية، ألا وهي مراحل النفس، أو العلماء قسموها ازاي في القرآن الكريم، أو ربنا سبحانه وتعالى عامة قسمها ازاي في القرآن الكريم. قال لك إن النفس كلام مهم جدا، إن النفس الأمارة بالسوء ودي النفس الأولى، وذكر في القرآن الكريم إن النفس لأمارة بالسوء. يبقى دي النفس اللي بمعنى صح هتجرك لفعل المنكرات والموبقات، اللي هتجرك تعمل الذنب وتخطئ في فعل الذنب. كلام جميل. طيب النفس التانية أو النوع التاني من النفس اللي هو النفس اللوامة، ذكرت في سورة القيامة: لا أقسم بالنفس اللوامة. بالنفس اللي بمعنى صح بتصحي ضميرك، بتذنب على فعل أو إنك بتصحيك لفعل اللي أنت أذنبته ده. والدليل أو الدليل من القصة اللي في أول الحلقة هقول لك عليه إزاي تطبقه على الموقف. خلينا ننتقل للنوع الثالث من النفس، وهي النفس المطمئنة، ذكرت في سورة الفجر: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. دي النفس يا سيدنا اللي بتقودك إلى السلام الداخلي مع نفسك مع الله سبحانه وتعالى.
فالدليل على قصتنا اللي تناولناها في أول الحلقة سيدنا إن النفس اللي هي أخطأت في الأول، اللي هي النفس الأمارة بالسوء. فالدليل يا سيدنا إن النفس الأمارة بالسوء لما قعد في تلك القعدة مع أصدقائه أو مع الحاج حافظ الله يمسيه بالخير على القهوة، وجابوا في سيرة فلان وعلان وعلان الآخر في الغيبة والنميمة، نفسه دلته إنه يعمل كده. كلام جميل. طيب فين دور النفس اللوامة؟ لما هو راح وزي ما قلت لك راح وخلاص بده ينام أو بده يذهب للنوم في سبات عميق، بس قبل ما ينام حاسب نفسه، فحساب نفسه بالنفس اللوامة لمته على فعل إن هو فعلش. ليه أطلق بصره في الحتة الفلانية؟ أو ليه إن هو طبعا جاب غيبة ونميمة في القعدة اللي كان قاعدها. طب فين النوع الثالث من النفس؟ ألا وهي النفس المطمئنة. إن هو بعد ما حاسب نفسه على اللي عمله طول اليوم قام اتوضأ وصلى واستغفر ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده ذهب إلى النوم. فديت يا سيدنا نفس المطمئنة اللي أخرجته من حالة شعور بالذنب إلى حالة شعور بالسلام الداخلي مع ربنا سبحانه وتعالى. في مقولة هنا لشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن النفس تطلق على ما يقوم به الإنسان من إرادة وشهوة وعقل، فالمسؤول عن إرادتك وشهوتك وعقلك وأفعالك هي نفسك مش الروح. وده مقارنة ممكن تلفت انتباهك مع الروح. طيب يا سيدنا بمناسبة الحاج محمد، فخلينا أسألك سؤال كده وعايزك تجاوب عليه بصراحة. هل أنت لما بتنام مين اللي بيخرج من جسدك؟ هل روحك ولا نفسك؟ سؤال من خلال اللي قلته او اللي لسه هقوله في الحلقه، عايزك تقرر مع نفسك او تجاوب هنا في الكومنتات ايه اللي استفدته وايه اللي عرفته اللي بيخرج من جسدك. هل نفسك ولا روحك؟ استنى اجابتك. العالم الكبير ابن القيم يا سيدنا بيقول ان النوم او النوم عامه اللي بتنامه بالليل او بالنهار هو يسمى بوفاة صغيرة. وفاة صغيرة اي اللي هو موتة صغرى بمعنى صريح. يعني يا سيدنا بيخرج فيها أو بتخرج فيها النفس من الجسد وتتجول في مكان عامة يعني، ويبقى الروح. اللي بيخرج من الجسد النفس مش الروح، عشان بس نعرف. وده في الوفاة الصغرى، على عكس الوفاة الكبرى اللي بيخرج منها الروح ويبقى الجسد. الجسد فيه النفس، والنفس هنا يا سيدنا طالما موجودة هي اللي هتتحاسب وهتعاقب على اللي فعلته خلال مسيرتك الحياتية في الدنيا. لكن الروح بتخرج خلاص، فأنت كده بتقبض وترفع الروح. تمام. فأنت كده يا سيدنا عرفت إجابة السؤال اللي سألته لحضرتك. أقول لك يا سيدنا رأي العلم الحديث في الفرق أو التفرقة بين النفس والروح. بصراحة العلماء قالوا إن الروح هي شيء يعني مش سهل دراسته أو صعب إن هي دراسته. ده حاجة اسمهم عندها أو حاجة اسمها عند العلماء اسمها ميتافيسيولوجي، إن حاجة خارج نطاق المادة أو خارج نطاق التجربة، حاجة مش عرفوا يدرسوها أو يعني عرفوا يطبقوا عليها، على عكس النفس اللي عرفوها وقسموها لأقسام هنعرفها مع حضرتك دلوقتي. زي ما قلت لك يا سيدنا إن هم لما درسوا النفس الداخلية أو بعد تقسيمة النفس عملوا حاجة اسمها علم النفس الفسيولوجي. العالم أو الطبيب النمساوي سيغموند فرويند قال أو إن هو قام بتدريس النفس وقسمها ل3 أجزاء. حاجة اسمها الهوى، ودي رغباتك وشهواتك. والله صراحة أنا نفسي في 1,000,000 جنيه، نفسي شهوتي في 1,000,000 جنيه. قسمها النوع التاني الأنا، ودي القرارات الحقيقية. نفسي في 1,000,000، أنا ممكن أتعب وأشتغل وأجيب 1,000,000، أو ممكن أسرق وأجيب 1,000,000. فديت الأنا، ودي القرارات أو اتخاذاتك القرارية. النوع الثالث وهو الأنا الأعلى، ودي الضمير اللي بينك. طب أنا بعد ما سرقت 1,000,000 لا بتشعر بالذنب ويعني هتحاسب. فده الأنا الأعلى، الضمير اللي بحاسبك على فعلك. فده علم تقسيمة علم النفس، ممكن تكون مقاربة للتقسيمة القرآنية، ولكن ده علم نفس علم حديث. وده اللي هسألك عليه أو هقول لك عليه حالا. إن العلماء شافوا أو العالم ده بالذات شاف إن كل ده
سبب ان هو السلوك، حاجة اسمها السلوك النفسي، دي كلها سلوكيات داخلية. يعني القرآن الكريم شاف ان النفس من منظور، او ان هي كائنات اخلاقية مهذبة. النفس داخلها ككائنات اخلاقية مهذبة، لها الحرية الاختيار في اختيار بين رغباتك وبين شهواتك المختلفة المتناقلة. أما العلماء فهم قسموها لحاجة وحيدة فقط، وقال لك إن هي عمليات أو تدفقات دماغية متتابعة. يعني أنت حضرتك على نفسك في المليون، أنت أخدت قرار إنك تجيب المليون أو تسرقه، فأنت سرقت خلاص، العتاب خد منك. فهي قرارات متتابعة في عمليات دماغية متتابعة. فده فرق بين تفسير القرآن الكريم للروح أو لعامة للنفس، وتقسيمها العلم الحديث للنفس. وسؤال حابة أسأله لحضرتك أيها المشاهد العزيز الغالي، أنت لو وقفت قدام المراية حاليا وسألت نفسك السؤال ده، هل أنا نفسي أمارة بالسوء ولا مطمئنة؟ ممكن تجاوب السؤال ده معانا في الكومنتات، أو ممكن تجاوبه مع نفسك وتراجع حساباتك مع نفسك. بس كده، أتمنى أكون أفدتك ولو بالقليل. متنساش تشير طبعا الحلقة، وتقول رأيك في السلسلة الجديدة، الحلقة المختلفة دي. وطبعا متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ينتشر هذا العمل إن شاء الله. أشكرك على حسن الاستماع وحسن العمل. ومتنساش إجابتك في السؤال اللي سألته لك في منتصف الحلقة، إن اللي بيخرج منك إيه أو بيخرج من جسدك إيه؟ هي النفس في الوفاء الصغرى أو أثناء نومك. ده اللي قاله العالم ابن القيم. متنساش تصل على النبي. كنت معكم الخياط. سلام.